كفايه بقى اتحاد الكوره. احنا ما احناش نايمين على ودنا، ولا احنا ما احناش فاهمين، ولا الزملكاويه عمي مش عارفين انتوا بتعملوا ايه مع الاهلي. الاهلي كل ما يرجع من افريقيا يلعب ماتش سهل. البلديه امبارح الاهلي كسبها 5-1. ليه؟ لان اتحاد الكوره حاطط الماتشات السهله للاهلي في الاول، على عكس الزمالك. الاول لما لعب مع الاسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر وفرق كلها قويه عشان الزمالك يخسر اكبر عدد من النقط. ليه اتحاد الكره بيظبط كل حاجه للاهلي؟ الاهلي ما لعبش الا 6 ماتشات. الاهلي بيجي له الحكام الملاكي بتوعه. يعني لو انت لعيب في الاهلي وضربت مدافع مهاجم مثلا الفريق الثاني في منطقه الجزاء، مش هتحسب لك بلانتي، مش هتحسب عليك بلانتي. ولو جبت جون اوف سايد يتحسب لك. ولو ضربت لعيب منافس بالقلم عادي مش هتتوقف، هتتوقف ماتش ولا ماتشين كانك ما عملتش حاجه. يعني ليه؟ عشان احنا في مصر يا جماعه. انما الزمالك والبيراميدز والاسماعيلي وبقيه الفرق ليهم ربنا. الواحد طلع يتكلم من قهرته والله العظيم كزملكاوي. فين العدل؟ فين العدل لما فريق يلعب 6 ماتشات و6 ماتشات سهله؟ يا حاج عامر يا حسين اتقي ربنا شويه، هتروح من ربنا فين؟ حاطط لي الاهلي ماتشات سهله في اول الدوري عشان تركبه على بقيه الفرق. ويا ريتك بتلعب النانوس عين الدوله بتلعبوا ماتشاته في اول. يعني لعبوا حتى نفس الماتشات يا عم، لعبوا الفرق السهله في الاول بس يلعب نفس عدد الماتشات. مش لعب لي 7 ماتشات والتاني اول الدوري لعب 14 ماتش، يعني ضعفه. محتاجين يا جماعه ان احنا نبص لترتيب المباريات للنادي الاهلي. بص كده بعينك كراجل زملكاوي او حتى كاهلاوي، هتلاقي ان الاهلي كل الماتشات اللي لعبها في الاول ماتشات سهله يفوزها بمنتهى السهوله وهو نايم. بدليل ماتش البلديه امبارح كسبان 5-1. لكن الزمالك لعب لحد دلوقتي مع الاسماعيلي ومع فيوتشر ولعب ماتشات كلها قويه جدا، فطبيعي ان هو هيتعادل او هيخسر ماتش من الماتشات دي. وده بيوريك حجم التحيز اتحاد الكوره والاعلام والحكام كلهم واقفين ضد نادي الزمالك. بالنسبه لنادي الزمالك بقى هنتكلم عن ماتش الزمالك والداخليه والصفقات اللي عاملها نادي الزمالك. هنشوف بقى دلوقتي الانسجام اكيد بعد تالت ماتش، يعني ده تالت ماتش للصفقات مع بعض. الزمالك يا جماعه ما بيلعبش كوره، الزمالك بيقدم فن. الزمالك بيعمل ابداع، مدرسه فن وهندسه فعلا. تتفرج على ماتش الزمالك تشوف متعه وجمال الكوره، تشوف مهاره شيكابالا والترقيصه بتاعته. ده شيكابالا المفروض يبقى له لعبه في كره القدم تبقى اسمها هجمه شيكاباليه، يخش بالكره من الجنب ويكسر لجوه ويشوطها في البعيده. طبعا مصر كلها حافظه اللعبه دي وعملها 5000 مره، والعجيبه انها في معظم المرات بتيجي معاه جون. والجمهور والمدافعين والحارس المرمى والمدربين والاعلام وكله عارف ان الكره رايحه في الجون، ولكن سبحان الله اراده ربنا فوق كل شيء ومحدش بيقدر يمنع الهدف الشيكابالي. زيزو طبعا ربنا يشفيه يا رب من الاصابه بتاعته، لكن برضه لعيب من اجمل اللعيبه اللي في الدوري المصري والاجمل اللعيبه المصريين دلوقتي، بمهارته بشياكته بلياقته. لعيب ملوش حل. عبد الله السعيد بقى الحمد لله ان هو بيختم حياته في نادي الزمالك، لعيب من ضمن نادي المئة. لعيب اتفرج بس على عبد الله السعيد، اتمتع بالكرات العرضيه بتاعته، بالكرات الطوليه، بالباصات بتاعته، بالاسيستات بتاعته. لعيب اتظلم اعلاميا في مصر لانه ساب النادي الاهلي. ولو كان عبد الله السعيد كمل في النادي الاهلي بصراحه، او كان جه نادي الزمالك من بدري، كان هيلاقي بقى تغطيه اعلاميه وهيبقى على طول في المنتخب مصر، وكان الاعلام هيتكلم عنه بصوره تانية. عبد الله السعيد من ضمن اللعيبه اللي دخلوا نادي المئة، وده بيوريك ان عبد الله السعيد لعيب قيمه وقامه، لعيب من اللعيبه التاريخيين في مصر، زي حسن شحاته وزي ابو تريكه وزي حازم وزي شيكابالا وزي اللعيبه الكبار دول. طبعا عندنا بقى لسه كتير جدا طالعين، ناصر ماهر وعندنا ناصر منسي وعندنا فتوح وعندنا طبعا هنشوف ماتش الداخليه، ماتش حلو، ماتش تتفرج عليه وتنبسط بالكوره وبالمهاره الزملكاويه. بشكركم، ما تنسوش تتابعونا يا زملكاويه على قناتكم صيادين النيل. وبشكر كل اخواتي وحبايبي الاهلاويه اللي بيخشوا يعلقوا علينا وبيعملوا لنا شير للفيديوهات حتى ان كانت بعض التعليقات بتاعتهم دمها خفيف بزياده يعني، لكن احنا بنرحب بالاهلاويه وبالتعليقات بتاعتهم على قناتهم صيادين النيل. ادعمونا بلايك للفيديو وباشتراك في القناه وشيروا الفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم صيادين النيل.